نينا بتشتغل صحفية، وأول ما وصلت الشغل لقت المكان اللي هي بتشتغل فيه جايبين لها موظف جديد اسمه يانيك عشان يساعدها في الشغل اللي هي بتعمله. بس اتفاجئت أول ما شافته لأن هما كانوا يعرفوا بعض من قبل كده. الكلام ده عدى عليه سنين طويلة، هما كانوا اتقابلوا مرة زمان وحصل ما بينهم إعجاب، بس بعد كده ما اتقابلوش تاني وكل واحد انشغل في حياته. قاعدة معاه عشان بتفهمه هيعمل ايه في الشغل وهي هتبقى المديرة بتاعته. وهم قاعدين بيتكلموا جت واحدة بتشتغل معاهم اسمها أنيشكا، عرفته بنفسها وبتحاول تهزر وتفتح معاه كلام وشكلها كده معجبة بيه. بس نينا قالت لها انت كده عمالة بتتكلمي وبتضيعي وقت وفي شغل عندك لازم تخلصيه، فممكن ان انت تأجلي الكلام معاه بعد الشغل. وصلت البيت ولقيت ابوها عندها فسلمت عليه وفرحت قوي لانه كان جايب لها الورد اللي هي بتحبه. ابوها بيقول لها انا شايف ان ماشي رامي عليك المسؤوليه بتاعت البنات كلها ومش بيساعدك في اي حاجه، وانت اللي عماله بتضحي بوقتك ومجهودك في تربيه البنات، فعشان تخلي شكله حلو قدام ابوها فقالت له لا هو كمان بيساعد. نينا دلوقتي قاعده مع جوزها ماشك وبناتها الاتنين وابوها وامها، وبيحتفلوا كلهم بعيد جواز نينا وماشك. بس ماشك من غير ما يقصد عمل حاجه مش حلوه وخلى نينا تتضايق. طفى الشمعة لوحده وبسرعة والمفروض كان يستناها عشان يطفوا سوا. هي بعد الموقف ده ما قالتلوش حاجة لكن كان باين على وشها ان هي اتضايقت. في الشغل كان يانك بيتكلم معاها فما خدتش بالها والقهوة بتاعتها وقعت، وهي بتنضف القهوة اللي اتدلقت بالصدفة شاف كانت حاطة صورة لجوزها وبناتها الاتنين، ففهم ان هي متجوزة ومخلفة. بعد الشغل يانك كان في البيت واخته عدت عليه وكانت ملاحظة انه متضايق فسألته عشان تفهم ايه اللي مضايقه. قال لها انه بيحب واحدة بس اكتشف ان هي متجوزة ومخلفة وكمان اكبر منه في السن. قالت له يعني هي البنات خلصت من الدنيا عشان تحب واحدة متجوزة ومخلفة؟ دي واحدة عندها بنات عاوزة تربيهم وعندها عيلة، انت كده هتبوظ لها حياتها وهتبوظ حياتك انت كمان. قال لها انا بحاول ابعد بس مش قادر اشيلها من دماغي. جوزها بيقول لها انه هيسافر ايسلندا، المكان ده مليان جبال، هيعمل هناك خيمة ويقعد لوحده، وبيقول لها انه محتاج يبقى لوحده عشان يفصل من ضغط الشغل وحالته النفسية تبقى احسن. وهي متضايقه من الكلام اللي هو بيقوله ده عشان هيسيبها وهيقعد هناك مش اقل من شهر، وهي محتاجه يبقى موجود معاها. وبتقول له انا كده هتحمل المسؤوليه بتاعت البنات والبيت والشغل وكل حاجه هتبقى على دماغي. وهي اصلا متضايقه من اسلوبه ده عشان بيرمي المسؤوليه كلها عليها وما بيبقاش في دماغه انه يساعدها في حاجه، وحاططها هي تحت ضغط جامد طول الوقت. يعني مش مهم هي واهم حاجه نفسه. الصبح سلم عليهم عشان هيسافر دلوقتي، وبعد كده هي قابلت يانك وقاعدين في مطعم بياكلوا سوا وبيتكلموا، وكانت قاعده بردانه فقلع الجاكيت بتاعه واداهولها، وكان قاعد يبص لها ويصورها بالموبايل وهي كمان صورته. وبالليل في البيت كانت قاعده ماسكه الموبايل بتاعها وبتشوف الصور اللي صورتها له. ودلوقتي هي حاسه باحساس مش كويس لان ناقصها الحته العاطفيه عشان جوزها مش مديها الاهتمام اللي هي محتاجاه. دلوقتي نينا بنتها تعبانه وعماله بتدور لها على الدواء بس مش لاقيه الدواء في البيت، فاتصلت بجوزها عشان بتساله على مكان الدواء، بس جوزها قال لها انه خد معاه الدواء وهو مسافر، وقال انه مش هيقدر يتصرف او يعمل حاجه لانه في مكان بعيد، وان هي اللي تتصرف وتشوف هتعمل ايه. انيشكا ويانك كانوا بيتمشوا مع بعض وقالت له ان هم يقعدوا في مكان ويشربوا حاجه سوا، وبتقول له ان هي معجبه بيه وان هم شباب ومناسبين لبعض. لكن نينا مختلفة عننا، نينا عجوزة ومخلفة بنتين ومتجوزة واحد وسيم وشكله حلو. وهما بيتكلموا نينا اتصلت بيه وقالت له يجيب لها دواء عشان بنتها تعبانه. قفل معاها وقال لأنيشكا انه لازم يمشي دلوقتي، وادالها الدواء اللي هي محتاجاه، وخد معاه كمان للبنات الصغيرين حاجات حلوه. قعد بياكل معاهم وبنتها الصغيره حبته عشان هو جايب لها حاجات حلوه وعمال بيهزر معاها، وحاول يتكلم مع بنتها التانيه دي اللي هي تعبانه وهو جايب لها الدواء، بس هي ما كانتش حباه وقالت له انه يمشي وما يجيش هنا تاني. جوزها اتصل عشان يطمن عليهم. بنتها الصغيره قالت له ان يانك كان هنا وجاب لهم حاجات حلوه. كلم نينا تاني وسالها مين يانك ده، قالت له ده واحد معايا في الشغل وانا كنت محتاجاه يجيب لي الدواء لان بنتك كانت تعبانه جامد. يانك في البيت عمال بيرقص ومبسوط عشان حاسس ان هو ونينا ابتدوا يقربوا لبعض. امها جت عشان تقعد مع البنات وتاخد بالها منهم، وهي نزلت مع يانك وطلب منها ان هي تيجي مع البيت. ودلوقتي هما وصلوا البيت بتاع يانك، قاعدين بيتكلموا سوا بس ضعفت قدامه ودخلت معاه في علاقه. في البيت كان جوزها بيتكلم مع البنات ولاحظ ان هي مش موجوده معاهم فسالهم عليها. جت وقالت له ان هي موجوده بس كانت في الشغل، فقال لها شغل ايه؟ من امتى اصلا وانت عندك شغل بالليل؟ قالت له من ساعه ما انت سافرت وسبتني بقى عندي ضغط في البيت وما بلحقش ان انا اخلص الشغل كله الصبح، ففي شغل بيفضل معايا فبخلصه بالليل. وطبعا ما فيش شغل ولا حاجه، هي بتكذب عليه وكانت معاه يانك، وهو اصلا مش مصدق الكلام اللي هي بتقوله وحاسس ان في حاجه وهي بتكذب عليه. نزلوا قاعدين في مكان هادي مع بعض وسط الغابه عشان يقضوا وقت حلو ويهدوا اعصابهم. بعد كده بقى على طول بينزلوا سوا وهي ابتدت تتعلق بيه اكتر من الاول. بالليل وهي قاعده في البيت كانت عماله تعيط وقالت لامها ان هي بتحب واحد تاني وعاوزه تبقى معاه على طول بس مش عارفه تتصرف ازاي دلوقتي. امها قالت لها انت كده هتبوظي بيتك ومش انت لوحدك اللي هتتاذي، ده بناتك هيتاذوا وجوزك كمان، فحاول ان انت تنهي الموضوع ده. قالت لها ان هي بتحاول بس مش قادره تسيبه. وهم مع بعض في الشغل كان يانك واقف وحاطط ايده على كتفها. انيشكا جت وشافتهم كده فبتقول لهم احترموا المكان اللي انتوا شغالين فيه واقعدوا كويس، وهي متضايقه كده عشان غيرانه من نينا لان هي بتحب يانك. نينا ما اديتهاش اهتمام خالص وكملت
كلامها مع يانيك، بيقول لها انه جاله فرصه احسن للشغل في امستردام، ولو وافق على الشغل ده يسافر، بس هو مش عاوز يعمل كده عشان ما يبعدش عنها. قالت له انه يقبل الشغل ده وهم اصلا لازم ينفصلوا عن بعض، لان طول ما هو قدامها هي مش قادره تقاوم وعماله تخون جوزها، فضميرها بيأنبها من اللي هي بتعمله ده. انيشكا جت لها وبتقول لها هو انت تحضري الحفله اللي يانيك عاملها قبل ما يسافر الشغل بتاعه الجديد؟ فقالت لها لا انا مش هحضر الحفله دي. فانيشكا قالت لها كويس، وكويس كمان ان العلاقه بتاعتكوا دي انتهت كده، احسن ليكي ولجوزك واحسن لينا كلنا. وقصدها كده ان يانيك انفصل عنينا خلاص، وبقى في فرصه كده عشان لو هي هتقرب منه. ابوها جه وقعد بيتكلم معاها وهي حكت له على يانيك، وحكت له ان هي بتتعذب عشان بتحبه وعاوزه تبقى معاه، بس اختارت ان هي تضحي عشان خاطر بناتها وجوزها. قال لها طيب ما انت لما تضحي مش هتبقي مبسوطه برضه، وتفتكري بقى بناتك لما يشوفوكي كده هم هيبقوا مبسوطين؟ اكيد لا. وهو شايف دلوقتي من وجهة نظره يعني ان هي لو مبسوطة مع يانيك فخلاص تكمل معاه، لكن لو سابته وفضلت زعلانة ومتضايقة طول الوقت ده مش هيبقى حلو، وهيأثر برضه على حياتها وحياة بناتها وجوزها. يانيك قاعد في البيت لوحده ومتضايق بسبب اللي حصل مع نينا. الباب خبط، ولما قام فتح لقى نينا واقفة قدامه، وبعد كده دخلوا مع بعض في علاقة، وجوزها لقاها بتتصل بيه بس ما كانش سامع منها اي حاجة. بس اللي حصل بقى ان هي ما كانتش واخدة بالها والتليفون بتاعها اتصل بيه لوحده، وسمع كل اللي بيحصل، سمع صوتها وهي بتخونه مع يانيك. جاله صدمة وما كانش مصدق اللي بيحصل. بعد ما وصلت البيت اتصل بيها فيديو وقال لها هو مين ده اللي انت داخله معاه في علاقه وانا مش موجود؟ اتخضت كده وما بقتش فاهمه هو ايه اللي بيقوله ده. قال لها انت طبعا دلوقتي ما عندكيش اي كلام تقوليه، بس المره الجايه وانت بتخونيني بيقفل التليفون بتاعك عشان تليفونك ده هو اللي فضحك واتصل بيا وانت مش واخده بالك وسمعت خيانتك كلها. مش قادره تستحمل اللي بيحصل ده وقفلت الكاميرا بتاعتها عشان ما يشوفهاش، بس هو عمال بيعيط عشان خيانتها ليه واعصابه بايظه خالص، وبيقول لها تفتح الكاميرا تاني وتبص له في عينيه ويبقى عندها الشجاعه ان هي تواجهه. راحت ليانيك تاني البيت وقالت له ان جوزها دلوقتي بقى فاهم كل حاجه، وقالت له ان هي هتسافر له عشان تتكلم معاه، وبتقول له انا جيت بس عشان اعرفك انا هعمل ايه، لكن مش عاوزاك تساعدني في اي حاجه. فخدها في حضنه وبيحاول يخليها تهدى. ماشي كان ماشي رايح المطار عشان يقابل نينا، لان هي اتصلت بيه وعرفته ان هي جايه، بس وهو ماشي شاف واحد واقع في حفره فاتصل بالاسعاف على طول عشان يجوا يلحقوه، بس الاسعاف كان لسه قدامهم شويه وقت، فنزل وكان بيحاول انه يساعده. ما قدرش انه يساعده وحاول يطلع تاني، بس رجله اتزحلقت ووقع هو كمان. اول ما وصلت المطار لقيت واحده بتشتغل في الاسعاف هي اللي جايه عشان تاخدها، وبتقول لها ان جوزها هو اللي طلب منها تيجي تاخدها وتوصلها للمكان اللي هو فيه. ولغايه دلوقتي مفيش اي حد يعرف اللي حصل لماشيك. ماشيين في الطريق وكانوا بيتكلموا، بس سمعوا في التليفون اللاسلكي بتاع الاسعاف ان ماشيك وقع في الحفره ونقلوه على المستشفى. وصلت المستشفى بس كانت قلقانه وسالت على ماشيك وقالت لهم ان هي عاوزه تشوفه، بس قالوا لها مش هينفع تشوفيه دلوقتي عشان حالته صعبه. فهمتهم ان هي مراته ولازم تطمن عليه، بس مفيش فايده، مش هينفع ان هم يدخلوها عشان تشوفه. فطلبت ان هي تتكلم مع الدكتور بتاعه. الدكتور جه وسالته هو عامل ايه، فقال لها ان حالته مش كويسه دلوقتي، بس حاول يطمنها وقال لها ان هم متابعينه والفتره الجايه حالته هتتحسن. نينا اتصلت بيانيك فقال لها انا هستناكي بكره تكوني جيتي ونتعشى سوا، انا هعمل لك الاكل اللي انت بتحبيه وتحكي لي بقى ايه اللي حصل. قالت له لا طبعا انا مش هاجي وهفضل جنب ماشيك ومش هسيبه. قال لها انا محتاجك تبقي معايا، بس هي مصممه ان هي تفضل مع جوزها فاتضايق منها وقفل السكه في وشها. دخلت قعدت مع ماشيك ومستنيه انه يفوق، بس هو في غيبوبه ومحدش يعرف هيفوق منها امتى. قاعده معاه ومش راضيه تسيبه خالص، وبقى لها مده كده ما نامتش، فمتعب نامت وهي قاعده. يانيك اتصل بيها تاني وبيقول لها معلش انا اسف، المره اللي فاتت لما اتكلمنا انا اتعصبت عليكي شويه، وده لاني مش مستحمل انك تبقي بعيده عني. ولما بصت وراها لقيت يانيك واقف قدامها وجايب لها حاجه تشربها عشان هي بقى لها مده مع ماشيك في المستشفى وما كلتش اي حاجه. بصت له وقالت له انا خايفه عشان ماشيك في غيبوبه ومعرفش هيفوق امتى، وخايفه انه يحصل له حاجه. طمنها وقال لها ان ماشيك هيبقى كويس وان هي تحاول تهدى شويه، وقال لها انه لازم يبعد عنها دلوقتي خالص ويطلع من حياتها، وان هي تفضل جنب جوزها وما تفكرش في اي حاجه تانية. وقبل ما يمشي قال لها انت لو احتجتيني في اي وقت كلميني وهتلاقيني جنبك. كانت ساكته خالص ما بتتكلمش، عماله بس تبص له، وكان باين من عينيها ان هي مش عاوزاه يمشي. وهي قاعده مع جوزها لقيته انه بيتحرك وابتدى يفوق، وسالها ايه اللي حصل، فقالت له انت كنت في غيبوبه بقالك 4 ايام وانا لازم انده الدكتور دلوقتي عشان يشوفك، بس قال لها ما تندهيش حد وعودي عشان انا عاوز اتكلم معاكي. وبيقول لها انت وحشتيني قوي وانا بقيت دلوقتي فاهم كل حاجه، وقصده يعني ان هو فهم هي ليه خانته، وده عشان هو ما كانش مهتم بيها وكان مهتم بس بنفسه وبشغله. قالت له طب خلاص دلوقتي ما تتكلمش اكتر من كده وحاول بس ترتاح عشان انت لسه تعبان. قال لها اسمعيني بس عشان انا لسه عاوز اتكلم، انا بحبك قوي واللي انت عملتيه ده مش هيغير اي حاجه في حبي ليكي.
الكلام اللي هو بيقوله ده أثر فيها جامد ومسكت ايده، بس ما كانش حاسس خالص بايديها وهي ماسكاه، وقال لها انا مش حاسس بايدي ومش قادر احركها. هي قلقت عليه بس في نفس الوقت حاولت تطمنه، وقالت له ما تقلقش انت هتخف وهتبقى كويس. هي دلوقتي مصدومة لانها فهمت انه اتشل من الوقعة الجامدة اللي حصلت له، وممكن ما يقدرش بعد كده انه يتحرك تاني. دلوقتي طلعت من المستشفى وواقفة تبص للبحر ومش فاهمة هي هتعمل ايه، تفضل مع جوزها اللي ممكن يقعد في البيت وما يقدرش يتحرك تاني، ولا تروح ليانك اللي هي بتحبه وهتعيش معاه مبسوطة. هتلاقيني سايب لك اسم الفيلم وكل التفاصيل في اول تعليق. اشترك في القناة وفعل الجرس، واحلى سلام عليك يا بشواتي.